حصل حاجه في الشغل وبعدين انا بتخيل انا كنت المفروض ارد ازاي، ايه اكتر حاجه انا ممكن اعملها عشان ارجع واهدى. ترجع لما تروح البيت تقول لما البني ادم ده كان بيكلمني وانا اتجمدت، اسمح لنفسي احس بالتجمد. حاول تفتكر مواقف تانية في حياتك انت بتتجمد فيها، وكل الناس ممكن تعمل التمرين ده، فهتلاقي نفسك بتفتكر مواقف قديمه او جديده مش مهم. اهم حاجه ان انا ابتدي اسمح لنفسي احس بالتجمد، وابتدي اوعى على المواقف اللي بتحصل في حياتي اللي انا بتجمد فيها. فالسؤال اللي بيطرح نفسه، ايه اللي بيجمدني؟ في حاجه جايه من الناس دي او من اللي هما بيقولوه او بيعملوه بيحسسني بحاجه بتخليني اتجمد. فانا اقعد مع نفسي واسال روحي ايه هو اللي بيجيلي من الناس دي اللي بيخليني اتجمد. الاقي مثلا بيقللوا مني وانا مش قادر احس بنفسي قليل، فمحتاجين نبتدي نواجه احساسي بالقله. فاحساسي بالقله هيبتدي يجيب لي ذكريات لمواقف تانية اقدم انا كنت فيها قليل. فهل انا اقدر اسمح نفسي للقله؟ 3/4 الناس او بالذات الرجاله يقول لك لا انا مش عايز احس بده. كوني مش عايز احس حاجة موجودة جوايا اسمه عذاب. لو سمحت لنفسي احس بالقلة واعيش القصة العاطفية اللي ليها دعوة بالقلة، اللي ليها دعوة بأمي كانت دايما تقارني بأخواتي وتقول يا ابني انت ما بتعرفش تذاكر كويس فده حسسني ان انا اقل. انا كنت شاطر في الكورة لكن مش شاطر في المذاكرة، واخواتي شاطرين في المذاكرة فماما عايزاني ابقى شاطر في المذاكرة، فده حسسني ان انا اقل من اخواتي عشان هي مش قادرة تعترف ان انا مش شاطر في المذاكرة فحسيت بالقلة. في قصة هنا، القصة دي فيها غضب من ماما المقدسه اللي انا ما اقدرش احس ناحيتها باي حاجه غلط. لازم انكر الاحساس ده ولازم انكر العذاب اللي انا عشته والالم اللي انا حسيته. لما انا اسمح لنفسي احس بكل الكعبره دي وابتدي افكها من جوايا بحيث ان انا اقبلها، انا ممكن اعمل تحديث للقصه دي جوايا. التحديث بيقول ايه؟ هل انا في الحاضر قليل؟ هل حياتي بتقول ان انا بني ادم قليل؟ لا، حياتي ممكن تكون بتقول ان انا ناجح في الف ب ومش ناجح في س وجيم. هل س وجيم دول مهمين في حياتي؟ س مهمة، جيم مش مهمة. فلو جيم مش مهمة، لو انا مش ناجح فيها قوي، هل ده معناه ان انا بني ادم قليل؟ لا بالظبط. فاحنا بنعمل تحديث. لما احنا بنعمل تحديث وبنحس بالقصة القديمة بنطلع من العذاب عشان سمحنا لنفسنا نحس بالقصة وكل ألمها وغضبها وحزنها وحدثناها، فالألم ينتهي ويحول إلى شيء آخر. العذاب يغذي نفسه ويفضل معيشنا في الوهم العاطفي. فاحنا محتاجين نفرق بين العذاب والألم.